فهمي قال لأنس بوخش في البودكاست ان هو ما عندوش اولاد وان هو ما شافش ان هو كان جاهز انه يخلف في اي من زيجته. طبعا الكلام ده كلام في منتهى الشجاعه، كلام لما احنا عندنا في المجتمع ست او راجل بيقولوه بيقول لك انت مش مسؤول، لو ست هيقولوها انت اكيد عندك مشكله، ازاي دي حاجه انت مولوده بيها. الكلام ده غلط جدا، وده بسببه بنشوف حالات كتيره ان الاهل بيخلفوا وبعد ما بيخلفوا ما بيقدروش يشيلوا المسؤوليه، لا اما بيسيبوا الاولاد للجد، لا اما بيبداوا يسيبوها للناني، لا اما بيبقى معاهم في البيت بس بيبقى دايما في غضب تجاه الاطفال لانه حاسس ما كانش جاهز. انا ما كنتش جاهز، انت جيت وقفت لي حياتي او انا مش عارفه اتعامل معاك. يعني انا ممكن ابقى بحبك كطفل بس انا عصبي، بس انا ما بعرفش كوميونيكيت. فايه اللي بيحصل؟ انا ببدا ابقى اب او ام مش عارف اقوم بدوري بطريقه ايجابيه، وده طبعا هيدفع ثمن الاطفال. وعلشان كده بقول لكم اي راجل او ست لو انتوا حاسين انتوا لسه مش جاهزين لخطوه الاطفال، ده مش عشان انتوا ناس ما عندكمش مسؤوليه او عندكم مشكله، بالعكس ده عشان انتوا معناه ان انتوا عندكم وعي وفرقتوا عن الاشخاص التانيه اللي بتخلف من غير ما تبقى جاهزه، فقررتوا